قال ابو عتاب انا شاعر كما كان شايف هاي سي فخر لي والحرف مثل قذيفه مرسلين نحو امريكا مع برق خاطف عند ابو ويس لو جاء ضيف فعلا يضيفه. يا سلامي عدد ما يقرحين القذايف من شوامخ يمن الشامخه والمنيفه وابن موسى جبل ما بتهز عواصف نسل بيت الكرم واهل القلوب النظيفه. بدع الشاعر ابو عتاب جلال المريسي من ابناء قريه المطارين ويليه جواب ابو ويس حاتم المريسي من ابناء قريه الكتمين. أداء الشاعر أبو عزة إبراهيم. قال ابو عتاب انا شاعر كما كان شايف هجسي فخرين والحرف مثل القذيفه مرسل نحو امريكا مع برق خاطف عند ابو ويس لو جاء ضيف فعلا يضيفه. يا سلام عدد ما يقرحين القذايف من شوامخ يمنا الشامخه والمنيفه وابن موسى جبل ما بتهز عواصف مثل بيت الكرم واهل القلوب النظيفه. وابن موسى جبل ما بتهز عواصف مثل بيت الكرم واهل القلوب النظيفه. قالوا الناس حاتم صار شاعر مجازف مثل ما الشيخ ابو يوسف برمحه وسفه. قلت وانعم بحاتم مثل ما لحد واقف بختبر صاحبي عبر الحروف الرهفه من قبيلة بني ويس الكرم والمعارف بصداهم كمل أحمر وأبطأ لقفاح حنفي على الوطن باعوا عيال المكالف يسرقونا فلا توجد قيادة نظيفة والكفاءة مرقد وسط بيته وعاكف وارتقى باليمن كأمن مغفى الخجيفة والذي كان يوم الأمس بايق طايف صار قائد وفي رجله يدوس القطيفة والذي كان شقي بالحجان والمجارف صار قائد لوهاده أمانة كشفة والذي كان في سجنه مقيد وخايف أصبح اليوم يسكي الناس ما حد يخيفه اقترب وضعنا يا صاحبي والمواقف والمغفل وابن السوق شل الوظيفة واصبح القتل وجبة في رصاص زيت كاشف والقيادة صارت قالوا قيادة شارفة يا عزيزي كفى قلبي على جرح نازف اليمن قهري قلبي والبلاد العفيفة والصلاح عنا بما يطبع عن المصاحف تبلغ المصطفى عاد ما كتب بالصحف. قال ابو ويس حيا ما دك امرأ قاصف او عدد ما يرفرف بارقه من قنيفه قول الشاعر بيغرف شعر من بحر ناطف يعني اليوم الاستسلام ولا بكيف شاعر الفن والحكمه ومولى العواطف هو حليفي في الضيقات وانا حليفه الوفاء فيه مقدر يوصفه كل واصف هو سنيف الكرم والعز دايم سنيفه. رد ابو ويس حاتم المريسي من ابناء قريه الكتمي على بدع الشاعر ابو عتاب جلال المريسي. قال ابو ويس حيا امدك مرادي قصيب وعدد ما يرفرف بارقه من قانفه قول شاعر بيغرف شعر من بحر ناطف يعلن اليوم الاستسلام ولا بكفاه شعر الفن والحكمه ومال العواطف وحليفي في ضاقت وانا حالفه الوفا فيه مقدار يوصفه اي وصف وسنف الكرم والعز دايم سنفه طول عمره على باب الوفا بات واقف اشتهر طول بالجودة وتقدير ضبوط طول عمره على باب الوفا بات واقف
اشتهر طول بالجودة وتقدير ضيفه صيد ربعتي عدى كل شامخ ونايف قوم عاشا ولا بالصفات الآنفة منبع الجود والجودة واهل التكاتف دايما الله مواقفهم مواقف حانفة ما نبل فيهم إلا كل شرعي وعارف أذكياء صدق ما هم مثلك من لا دفاع شوف أنا يا لبيب الحس حازم الطوارف والنهي الشعر أنا ناهب خريفه وصيفه شوف أنا يا لبيب الحس حزم الطوارف والنهي الشعر أنا ناهب خريفه وصيفه أين الخالدي وأين عوض واهل خارف لا تقع الحروف بالحروف الضعيفة المثل قال يا صاح الخبر له ما قاطعك اليمن في معارك شمها شم نجيبه بيننا البين والمكسب لجيش التحالف كل واحد على الثاني مشانك عاطفة قد دخلنا بثمن عام والحرب سقف مكننا خبر في التلفزة والصحف قد دخلنا بثمن عام والحرب سقف مكننا خبر في التلفزة والصحف شوقني شوقي وان الحظ يرجع يصادف انقذ الشعب من هذه الحروب المخيفة احقد شعبنا يا صاح عاجز وزاحف من حروب الايادي الجسر والنحيفة بتشهد في الوعظ الردي والمخالف الواطف والطيف لبرتبة عارفه شوف يا ابو عتاب الغرب جوب الخوالف دلوا الشعب باصحاب العقول الخفيفه كل الاحرار ما داعي لكثر الكشايف الغلاء زاد في بندر يمنا ورفاح يا سعد لو تشوف الشتمان بشايف المواطن فقد قوته وقيمة رغيفه يا سعد لو تشوف الشتمان بشايف بعدك توهدر السمرة وشابت لطيفة والذي قد رابشنا بالحكا والسواليف أصطعف بر خلق الله وهو صفة والصلاة ما يحنين الرعادة القواصير يبلغ المصطفى وآله ومن هو خالده